يا الله، سلام عليكم. يا رب السيد. حياك الله الشيخ ابو احمد، بشرونا عنكم الشيخ رائد ابو احمد. الله يحفظك. شلونك؟ والله بخير الحمد لله. والله احببت ان انا يعني ابشرك بامر. معاي؟ تسمعني؟ حياك. نحن هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. فنحن مطالبون بامرين اثنين. مطالبين بان احنا ندعو الله ونخلص الدعاء لله. فما حكم من يقول يا حسين يا حسين ارزقني يا حسين اشفني؟ والحسين رضي الله عنه نفسه كان بيدعو الله سبحانه وتعالى، ما كانش بيدعو احد مع الله. فايش رايك في هذا الكلام؟ لا هذول غلطانين. غلطانين؟ اي مو صحيح. الله واحده. احسنت، لان انت عارف السيستاني يعني اضل ناس كثيرين جدا، وطلب منهم ان هم يدعوا غير الله تبارك وتعالى، وبيقول يا حسين انت وسيلتنا، وكلام من هذا كلام شرك وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يعني عارف بس من يد حيل ايش تسوي؟ بعد هم مسيطرين على الوضع. اي أيوة والله، الله يشرح صدرك للحق يا ابو احمد يا رب. انا عارف انك ان شاء الله قريب من منهج الحق ان شاء الله. والله اهل السنة هم الحق. اي أيوة والله، يحبون الآل والصحب. لا تجد يعني، شوف شيوخ السنة تراهم حافظين القرآن ويقرؤون القرآن ومتمسكين بكتاب الله. بص انظر للمعممين والمراجع، لا حد حافظ قرآن ولا بيتمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى. فجزا الله خيرا أهل السنة والجماعة أن ربنا سخرهم لحفظ كتابه. اي أيوة والله. يعني خلينا نتخيل انا وانت كده، لو ما فيش سنه معانا دلوقتي كان مين اللي هيحفظ القران؟ كان مين اللي هيحفظ لنا القران؟ ومين اللي كان هيضيع القران؟ لو ما فيش اهل سنه وجماعه كان القران ده ضاع، صح؟ اكيد يضيع ويندثر وما حد يعرفه بعد. اكيد جماعه السنه هم اللي حافظين القران. وش ذول الشيوخ؟ ذول حافظين الحديث وكلها كذب ومورة. اي أيوة والله، يحفظون لطميات ويحفظون لطميات شركيات، ويقعد يقول لك وكسروا ضلعها واسقطوا جنينها وعصروها بين الباب والحق. كيف سيدنا علي يسيب واحد يعمل كده في مراته؟ سيدنا علي حيدر القرار خالع باب خيبر، فكيف يسوي يعني؟ يتركوه كده يعمل، يترك الناس يعملوا في زوجته كده؟ كيف؟ كله كذب. رضي الله عن علي حيدر القرار. اتفضل. تأويل وكذب وافتراء يعني، وأساطير جاي ما أدري منين يجيبونها. بالله يا ابو احمد، انت بتشتغلني ولا انت فعلا ترى ان هذه اساطير؟ والله لا فعلا فعلا جاي أشوف أساطير. أنا ما لأن جاي أحقق بالموضوع، أنا ما تاركه هيك. والله حقيقة. والله يا ابو احمد. أصدقك القول، أنا ما جاي أكذب عليك يعني. آه. حقيقة يعني أكو بعض النقاط اللي لازم إحنا نعرفها. اي أيوة والله، صدقت. يعني معممين كذبة، سرقة الخمس. ده انا تحدينا مراجع الشيعة، اعطونا رواية ضعيفة مكذوبة من كتبكم تقول ان الولي الفقيه ياخد الخمس. ده لسه من 200 سنة الموضوع ده، ان الولي الفقيه بياخد المرجع ياخد الخمس وما شابه ذلك. قبل كده ما كانوش، كانوا في البداية خالد كانوا بيدفنوه يقول لك عشان الامام هيجي ياخده. ما في. يعني ازاي الله سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة بامام غائب ونؤمر باتباعه وهو غائب، ولم نسمع منه كلمة واحدة ولم يكتب لنا كلمة واحدة، ويخرج للسفراء الأربعة الكذبة الذين كذبوا هذه الرواية ويأخذ الخمس؟ طب وماذا سيفعل بالخمس يعني؟ كيف يقيم الله الحجة بإمام غائب فعلا؟ والله صح. هم شوف شلون صاروا مراجع. هم صاروا مراجع على مود ياخذون الخمس، على مود يعني منفعة، على مود فائدة شخصية. مو في غايتهم الدين ولا غايتهم في نصرة معمم، الدين. هو زنديق من الزنادقة اسمه عبد الحليم الغزي، بيطلع فضائح للمعممين. فانا شفت له فيديو، مطلع فيديوهات فعلا، شوارع كاملة وبنايات كاملة في لندن باسم ابناء الخوئي وابناء السيستاني. يعني شعب العراق مش لاقي الطعام والشراب والكهرباء بتنقطع، وانت تاخد الخمس. يجي مثلا واحد 12 كويتي من الكويت يقوم جاي مثلا وجايب الخمس للسيستاني. السيستاني خمس من الكويت، طب هودي الخمس ده فين؟
يطلعوا بقى لاولاده يطلعوا يبنوا البنايات ويبنوا. سبحان الله، فعلا يعني همهم هو الخمس. إيه قلت لك هم يعني غايتهم منفعة شخصية ودنيوية، ما غايتهم الدين ورفع راية الإسلام. ليش؟ لأن هم يكيفون على الفرقة، يكيفون على التفرقة بين السنة والجماعة وبين الشيعة، وطلعوا هواية سوالف تعبانة يعني ما أنزل الله بها من سلطان. اي والله. انت تعرف يا ابو احمد ان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ناس في شبه الجزيره العربيه، ناس كثيرين. فابو بكر استشار الصحابه اعمل ايه؟ البعض قال له فابو بكر قال والله لو منعوني يعني حبل كانوا بيضعوه في رقبه شيء وكانوا بيعطوا لي النبي صلى الله عليه وسلم لاقاتل. المهم سيدنا ابو بكر قاتل المرتدين دول. انت تعرف مين اللي كان في جيش ابو بكر الصديق؟ كان الامام علي سلام الله عليه، كان في جيش ابو بكر. وعمر رضي الله عنه خرج لفتح بعد موت ابو بكر، وخرج لفتح بيت المقدس. فعثمان قال له انتظر. علي قال له لا، انا ارى انك تخرج يا امير المؤمنين، ويتزوج عليه ويزوج ابنته. نعم. أكاذيب كلها وأساطير على مود التفرقة، حتى يقول لك يفرق حسد. نعم نعم صحيح. اي والله، كل هي هاي من اجل الحاجة. عيون المجوس قاتلهم الله. اي والله قاتلهم الله فعلا. يسرقون الله عليهم. يسرقون خيرات العراق الان والله. اي والله ما خلوا على حالنا حال. اي والله قاتلهم الله. ايران المجرمه هذه سرقت خيرات العراق، واصبح العراق بلا بعد ما كان العراق بلد النفط. المصريين كانوا يذهبون يعملون في العراق ويشتغلون في العراق، وفلان يروح وعلان يروحوا العراق ويعملوا من مصر ومن هنا وهناك. كل ده ضاع بسبب ايش؟ بسبب ايران حينما حكم عملاء ايران، حينما حكمت الملالي. الله خلصنا من عندهم. امين يا رب. انا سعيد بالتواصل معك يا ابو احمد والله، واسال الله ان يوفقنا واياك يا رب، وان ياخذ حياك الله، كل الهلا بك يا مرحبا. اهلا وسهلا بك. شكرا لك يا ابو احمد. اهلا وسهلا يا مرحبا. حياك الله، في امان الله. انا اعتذر ايها الاكارم، الصوت قطع شويه كده معلش، انا هضبط هذا الموضوع. شفتم هذا الشيعي؟ يعني ان شاء الله الشيخ ابو احمد باذن الله قريبا يعلن هدايته ان شاء الله. احنا طبعا على تواصل معه في اتصالات طويله بيني وبينه، كان يجادل بغير علم كثيرا، لكن احنا ان شاء الله مستبشرين خير ان باذن الله تبارك وتعالى يعلن هدايته قريبا ان شاء الله الشيخ ابو احمد. نسال الله ان يوفقنا واياه، وان ياخذ بنواسينا واياه الى البر والتقوى. كل عاقل لا بد أن يترك هذا المعتقد الباطل. كان معكم الشيخ أبو أحمد من العراق. أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.